ايه حكم الخواطر اللي مش تمام اللي بنفكر فيها؟ هل ربنا هيحاسبنا عليها ولا لا؟ واقصد بالخواطر اللي مش تمام اي حاجه ما ترضيش ربنا بنفكر فيها. وهنا حالتين ملهمش تالت. الحاله الاولى ان الخواطر دي بتهجم على قلبك من غير لا حول منك ولا قوه، وانت بتحاول تدفعها عن نفسك قدر المستطاع. وهنا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدث به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. في الحالة دي أنت مش عليك أي ذنب، الخواطر بتيجي غصب عنك وأنت بتحاول تدفعها، فما عليكش أي ذنب، مفيش أي مشكلة. الحالة التانية إنك تكون بتتعمد تفكر في الخواطر اللي مش تمام، اللي بترضيش ربنا عز وجل، أنت اللي بتستدعيها، وهنا عليك إثم وعليك ذنب، وطبعا لازم تتوب لربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه. فنخلي بالنا بقى من موضوع